السعر مالته، لكن رحمة لأمك وأبوك لما برميل النفط صاعد من الفليار حط بيدك شي واحد؟ تزوج واحد من برميل النفط؟ قعد لبيت؟ روح شوف بعض الفضائيات اغتنمتها فرصة واصطادت بالماء العكر، تاخذ لها صوبة ومبردة وما ادري شنو، وتروح تسوي لقاء ويا عوائل بيتهم يخر عليهم. هذا ضرب لكل المجتمع. صح اكو مؤسسات خيرية جزاهم الله خير، اكو مؤسسات تكفلت بالايتام الله ياخذ بايديهم، اكو ناس عاملين الله يبارك فيهم، اكو ناس يقضون حوائج عوائل متعففة الله يشد على عزيمتهم. لكن تعال انظر لهذا الجانب المأساوي، توظيف للمال ماكو، توظيف للطاقات ماكو، توظيف لليد العاملة ماكو، مرأة تجد بالشارع. شلون المرأة؟ حاطت الابوشيه ومكحله عينها وتجي للسياره الفاخره وتدق الجامه والباقي تفهمه انت. احنا بحضره المعصوم. زين لما نوصل الى هاي المرحله شنو هاي؟ ايش راح تخلق؟ يعني لما يصير تحاسد ما نفكر به، لما يصير حقد ما نفكر به. احنا قاعد نصنع بهذا الاسلوب اعداء لانفسنا، لجيراننا، لاخواننا، قاعد نصنع عدو، قاعد نصنع حاسد، قاعد نصنع. زين هي أهم العلاقات أن تكون علاقة الدولة والشعب، الحكومة والمجتمع إيجابية، أهمها. اجتك الانتخابات راح يمسح على رأسك، اجى الشتاء يوزع لك بطانيات. العام اللي تجي عن طريق هذا اللي يسمونها البيع في السوق التجاري، اللي هي مسألة تجي من الخارج صوبات مستعملة وهاي ناس تشتريها. العام الصوبة ب30 تجي 30,000. الفقير يقدر منا كم مؤسسة رعاية اجتماعية يدق له كم باب يذب له ما يوجه يشتري صوبة ب40. الصوبة هسه نزلت، اجت هسه منك جاية ب75. بيش راح تنباع؟ يعني الفقير ما راح يقدر يشتري صوبة. إذا لقى له نفط، إذا لقى له 5 لترات نفط، زين بالله عليك هذا يا نفسية تخلق هذا في داخله. زين هنا المسؤول من؟ توظيف الأموال. يا ناس مو بس أنتم، الكل اللي يسمع على وجه الكرة الأرضية، يا عالم، علي بن أبي طالب ورا 30 سنة رجع للحاق وإجا وقال له لا يلا علي، وهو الخليفة الوحيد اللي بويع، صار رئيس علي.